هل سألت نفسك كيف تكون جنة عرضها السماوات والأرض، والأرض ما هي إلا جثيم صغير وسط هذه السماء الشاسعة؟ الله خلق الأرض فراشا والسماء بناء. الله خلق الأرض وعاء والسماء سقفا محفوظا. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. كيف يكون السقف أكبر من المسقوف بمليارات المرات؟ وكيف يكون السقف محيط بالمسقوف من جميع الجهات؟ المفروض أن يكون المسقوف متماثلا مع السقف، وليس حبة رمل في صحراء لا نهائية. كما ينبغي أن يكون السقف فوق المسقوف وليس محيط به من جميع الجهات، فخر عليهم السقف من فوقهم أي من أعلاهم. أفلا تتفكر؟ أفلا تتدبر؟ حقائق كثيرة ومعلومات خطيرة أخفيت عنا عمدا، سنكشف عنها في قصتنا، قصة الأرض. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هذه كانت البداية، وسنكمل في حلقات أخرى. شكرا لكم، والسلام عليكم.